السلام عليكم ورحمة الله. في آخر أخبارنا النهاردة، هل هيظهر يوسف الشريف في رمضان 2023؟ كمان هنعرف مين اللي هيغني تتر مسلسل ضرب نار للعوضي وياسمين عبد العزيز. كمان هنعرف الوقت المتبقي للانتهاء. كمان هنعرف دور هشام عاشور في مسلسل عمر نادرة لنيللي كريم. هل هيظهر أحمد صلاح حسني مجددا مع أمير كرارة؟ ده اللي هنتعرف عليه في الأخبار. كمان هل هتظهر هدية في مسلسل الكبير الجزء السابع؟ وتصريحات مثيرة من رانيا يوسف عن حياتها الشخصية. يا ريت بس قبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت تدعمنا باللايك وكمان الشير، ولو انت أول مرة تشترك معنا في القناة يا ريت تدعمنا بالسبسكرايب عشان نوصل لكل الناس اللي بتحب مجال الفن. نيجي لأول خبر معانا، كلنا مستنيين الخبر ده. هل هنشوف يوسف الشريف في رمضان 2023؟ كل الإشاعات بتقول إن في مسلسل رمضاني مكون من 10 حلقات مع المخرج أحمد نادر جلال والمؤلف هاني سرحان. بسبب ضيق الوقت هم عملوا لنا فكرة إن هم 10 حلقات بس، وكمان فكرة لإرضاء جمهور يوسف الشريف. كمان المسلسل ده زي ما بقول كده هو 10 حلقات، هيجي بعد مسلسل أو تتابع كده للمسلسل الكتيبة 101. الكتيبة 101 هيبقى مع آسر ياسين، وكمان عمرو يوسف هيبقى 20 حلقة بس هيجي يتابع معاه. كان في مشروع كده السنة اللي فاتت مع يوسف الشريف مع محمد سعد. المسلسل ده للأسف الشديد هو اتأجل. بس صعب جدا نتخيل إن يوسف الشريف يغيب 3 مواسم مع بعض عن بعد آخر مسلسل عمله هو مسلسل كوفيد 25. ناس كتير مستنيه الخطوة دي. الراجل ده على فكرة بيتعب جدا. الراجل طول الوقت بيفكر انه يقدم افكار جديده عمرها ما شفناها في الدراما المصريه، وده بيبقى صعب احيانا على اي فنان انه يقدم اعمال جديده. تعالى بقى نعرف الوقت المتبقي من انتهاء تصوير مسلسل العمدة للنجم محمد رمضان. احنا عارفين المسلسل ده يعتبر هو بدأ من اول المسلسلات اللي بدأ تصويرها، يعتبر هو بدأ من شهر 11 على اللي فات. المسلسل ده اللي اكد المعلومة ان الفاضل قد ايه من تصوير المسلسل هو المخرج محمد سامي. الراجل قال ان فاضل اسبوعين بالظبط والمسلسل يخش مرحلة المونتاج والمكساج. ده على فكرة هو سياسة محمد سامي في اي مسلسل على فكرة. احنا عارفين كمان مسلسل العمدة هو هيتجوز محمد رمضان 4 فتيات. طبعا زينة وكمان مي كساب، وهنشوف كمان ايمان العاصي، وكمان هنشوف منى الفضالي. احنا عارفين كمان ان محمد رمضان هيفقد ابنه في المرحلة ديت، وهيبرر لزوجاته بوفاة ابنه في احد القبور. كمان اللي هيغني تتر المسلسل ده هو النجم احمد سعد اللي غنى له قبل كده مسلسل البرنس عام 2020. تعال بقى نعرف دور هشام عاشور في مسلسل عملة نادرة اللي هتقوم ببطولته زوجته نيللي كريم. احنا عارفين المسلسل ده هيتكلم عن الصعيد وحياة المرأة داخل حياة الصعيد. اللي وضح دور هشام عاشور هو النجم طبعا جمال سليمان. الراجل وضح ان هيظهر بدور شخصية هشام عاشور بشخصية ابنه، بشخصية حسن، اللي هيعيش قصة حب ما بينه وبين ندى موسى. وطول المسلسل اتعرض للعديد من الأزمات والمشاكل أو ما بين الطار تقريبا. كمان تخيلوا بقى الكلام اللي بقوله ده والراجل اول مره هيظهر قدام كاميرا. كمان المسلسل ده غير كده ان هو هيظهر بعدد نجوم كده من النجوم. تخيل بقى النجم محمد لطفي اللي يعتبر صاروخ الكوميديا في الوقت الحالي. وكمان هنشوف النجم احمد عيد لاول مره في الدراما بشخصيه الدقن الطويله والشكل الشعر اللي طوله ده. وحد الصعيد كمان الراجل ده حس ان هيعمل شخصيه ممتازه جدا في داخل المسلسل ده. وكمان في بعض الاشاعات اكدت ان اللي كان هيعمل الدور هشام عاشور هو النجم محمود عبد الغني. تخيلوا بقى ممكن نكون مش عارفين بقى الفرصة دي كانت بسبب إن تواجد نيللي كريم أو بسبب القرابة، ما نعرفش ايه الموجود. كمان الراجل شفناه كده شارك برضه في مسلسل ليلى وروزا مع النجمة يسرا. الراجل ده زي ما بيقولوا كده ايه، كان جوازه مع نيللي كريم كانت طبق وكلها شهر. وهنقيم من هشام عاشور هنشوف هو بيعرف يمثل ولا عبارة عن بوم بالعيد وقرابة مع. تعالوا لكم بقى خبر عجبني امبارح. مين اللي هيغني تتر مسلسل ضرب نار للعوضي وياسمين؟ احنا عارفين المسلسل ده بيدور في حارة شعبية وضرب وعنف وتكسير عظام. بس بالرغم من كده ده اللي هيغني اتنين من الأوبرا، محمد الحلو وحنان ماضي، الاتنين بألحان أمير طعيمة. التويتو ده كنا شفناه من 30 سنة في مسلسل اسمه الوصاية. كان المسلسل ده كان أحمد عبد العزيز وكان محمود حميد اللي كان ظهروا فيه. الدويتو ده هيظهر مرة تانية بعد 30 سنة. احنا عارفين طبعا المسلسل بيتكلم عن اتنين كده يعني بيتكافحوا مع بعض. احمد العوض اللي هيظهر بدور جابر الكوماندا اللي جاي من الصعيد ويشتغل حامل كوتش كده. وكمان ايه بالنسبه للمهره او بالنسبه لياسمين اشتغل كده كانت ست فتاة في شعبيه بتشتغل في احد الملابس. وهيعيشوا حياه تجربه كده قاسيه مع ماجد المصري. طبعا المسلسل ده يعتبر هو مسلسل منتظر في رمضان 2023. كمان شفناهم كده مع بعض. احنا فاكرين طبعا الحكايه اللي فاكرينه المسلسل اللي ملوش كبير، وكان التناغم ما بينهم من الخديوي وغزل اللي كان منتشر على السوشيال ميديا وقتها. نيجي بقى لخبر مهم جدا. هل هيظهر احمد صلاح حسني مجددا مع امير كرارة؟
الكلام ده جاي على لسان احمد صلاح حسني نفسه، والراجل اكد فعلا انه هيظهر في مسلسل سو كنتو اخو امير كرارة في المسلسل كمان. وكمان الراجل هيتجوز من مها نصار كهي اللي بتلعب دور بنت عمه في المسلسل ده. كمان الناس اللي بتقول لك اصل معلش اصله الكلام ده بيستغل قرابته مع الدور ده. كمان المسلسل ده احنا عارفين امير كرارة. هل هتظهر هدية في مسلسل الكبير أو الجزء السابع؟ إن بعض الناس وبعض المواقع أكدت إنها تظهر حتى كضيفة شرف في المسلسل مع مكي، ولكن الست طلعت على الانستجرام ووضحت إن مفيش مسلسل تظهر فيه غير المسلسل بتاعها اللي هي مسلسل جت سليمة، اللي بتتعاون فيه مع النجم طبعا أو المنتج أحمد السبكي. المسلسل ده على فكرة هو بيضم نجوم كبار جدا، بيضم طبعا النجوم اللي بيشتغل على طول مع مع دنيا سمير غانم، زي محمد سلام وسامي مغاوري وبيومي فؤاد. المسلسل ده عبارة عن 15 حلقة، هي تظهر فيه من النص التاني في رمضان. شايفين كده، شفنا حتى اللوك اللي بتظهر فيه البوستر بتاع الإعلان. نيجي لاخر خبر معانا في حلقتنا النهارده، تصريحات مثيره من رانيا يوسف عن حياتها الشخصيه. الست دي كان في القاعه على اليوتيوب، ظهرت فيه كده وكانت بتوضح كده بعض الامور الشخصيه. الست جه لما جه سالوها عن حياتها الماديه والاقساط والكلام من ده، الست وضحت انها بتعيش حاله من طول الوقت من الاقساط والمديونات للناس. الناس كلها استغربت طبعا الموضوع ده، ازاي ست بتقبض بالملايين في الاعمال بتاعتها وكمان جوزها راجل اعمال كبير جدا، ازاي بتعيش حاله من الاقساط. كمان وضحت انها بتشتري طول الوقت، بتشتري فساتين، والفستان اللي بيتلبس مره واحده ملوش لبسه تانية. كمان لما سالوها عن اكتر وصفات بتحطها على شعرها، ست وضحت بانها بتحط خل وكمان بصل على شعرها. لما سالوها عن حياتها الطفوليه في المدرسه، قالت انها كانت بتعيش في مدرسه من الراهبات، وكمان كانت فصلت بعد 10 ايام بس من المدرسه. كمان لما سألوها عن أكتر فنانين بتبدأ تحب تشوفهم على السينما أو في التلفزيون عموما، قالت إنها بتحب هند صبري ويسرا اللوزي ومنى زكي. لما سألوها عن مثلا العادة اللي هي بتحبها في الفوتوشوب أو لأ، قالت إنها بتحبش أي فوتوشوب. برضو لما سألوها ينفع الراجل يحط برفيوم حريمي، الست قالت ينفع جدا يحط برفيوم حريمي. طب بالنسبة للسيدات تنفع تحط برفيوم رجالي؟ قالت لأ، بتبان ان الست انها متذكرة او بتبان انها شكلها رجالي في المجتمع. الست دي تصريحاتها طبعا قلبت السوشيال ميديا رأسا على عقب بعد الكلام اللي عقبته. وست كل يومين كده لو لاحظتوا هتلاقي كل يومين بتقلب الترند عموما بعد تصريحاتها اللي بتظهر دي. دي كان اخر حاجة في حلقتنا النهاردة، بشكركم جدا على المتابعة، تحياتي لكم كلكم، هادي